بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تكونوا الكل بألف خير. وصفة اليوم خبزة جاتو بالبوفريوة. جاتو عملته بجنواز البوفريوة، جا بسكوي خفيف وطري وهش. والكريمة اللي حطيتها بين طبقات الجاتو هي كريمة القهوة المنعشة كريم موسلين وكافيه. ووجه الجاتو غطيته بالكريم فريش، وللزينة استعملت الكريم فريش والقهوة سريعة الذوبان. ومن داخل الخبزة شخشختها بالبوفريوة المهروشة. خبزة اليوم بنينة اقتصادية نظافة وعفافة. تابعوني ما تندموش. أول مرحلة عملت جنواز البوفريوة اللي مكوناته 8 بيضات، 100 جرام بوفريوة، 150 جرام فرينة، 100 جرام سكر محور، و100 جرام سكر عادي. وهنا حبيت نوريكم البوفريوة كيفاش يلزمها تكون نرحوها، أما من غير ما نخرجوا الزيت اللي فيها. تبدأ كما تشوفوا في الفيديو. والسكر المرحي والفرينة يلزم يكونوا مغربلين مرة واثنين باش يتنحى منهم التكتلات اللي فيهم. والعظم يلزم يكون بحرارة الغرفة. أولا نخلط النواشف الكل مع بعضهم، الفرينة والبوفريوة والسكر المحور، ومن بعد نخليهم على جنب باش نخدم بيهم. ومن بعد نفصل أصفر البيض على الأبيض البيض. ناخذ أبيض البيض ونحط عليه نفة ملح ونركضه بالخلاط الكهربائي، ونبدأ بالفيتاس الواطي من الأول، ومن بعد نولي نقوي. وقت اللي نرى كشكوشة طلعت على الوجه الزمان هكا، نبدأ نزيد السكر بالتدريج ونركض للي يطلع المرانج ويولي كيما الثلج ويتماسك حتى كي نقلب الصحفة ما يتكبش وما يطيحش. ومن بعد وبالفيتاس الأول نخلط ونبدأ نصب أصفر البيض بالطرف ونخلط، ودوبا يندمجوا مع بعضهم نتوقف على التخليط، ونكمل نخلط بسباتول من الداخل للخارج، ونحاول ما نطيحش المرانج اللي اتحصلت عليه. نصب النواشف على الخليط بالتدريج ونبدأ نخلط بسباتول تو دوسمون من الداخل للخارج، ونحاول ندخل المغرفة لقاع الصحفة على خاطر النواشف ترزن وتهبط للوطة بالكل. كي تشوفوني في الفيديو نسرع، راني أنا مسرعة في الفيديو، أما راني نخدم بكل رفق. وهذا قوام الخليط كيفاش يلزم يكون. ومن بعد ناخذ طبق متاع الفرن العادي اللي مقاسه 30×40، ونغطيه بالبابي كويسون ونلصقه بطرف زبدة. نصب فيه الخليط ونبسطه على الطبق ونحاول نسويه على كامل الطبق. وقبل ما ندخله للفرن نضربه على الطاولة باش يخرج منه الهواء اللي تكون في داخله. ومن بعد نهزه للفور اللي سخن بالمسبق على 170 درجة من فوق ومن اللوطة. وقت اللي البسكوي يطيب خذيت طبق آخر وقصت بيه بالسرسو اللي باش نخدم فيه، ورشمت مربع 20×20 على البابيي، ومن بعد قلبت هاك البابيي وصبيت فوقها الكمية اللي خليتها باش نعمل طبقة رابعة من جنواز البوفريوة. وهذا الجنواز حضر بعد 15 دقيقة. قلعته من الطبق وقلبته على بابي كويسون جديد، ونحيته البابيي اللي طاب فيه. ما شاء الله جا بسكوي طري خفيف يهبل. خليته برد شوي، ومن بعد قصيته بالمول سيرسو اللي باش نخدم فيه، للي تحصلت على طبقتين، كل طبقة مقاسها 20×20، والطرفين الاخرين حطيتهم بجنب بعضهم وكونت بيهم طبقة واحدة مقسومة على 2. من بعد نحطها في وسط الجاتو.
وهكا تحصلت على 3 طبقات متساوية. وهذه الطبقة الرابعة حضرت عملتها وحدها. طاب الوقت اللي طاب البسكوي نحيت عليه البابيي اللي طاب فيه وحطيته في بابيي جديد، وقصت طبقة رابعة بالسيرسو نفسه 20×20، وحتى هي جات خفيفة وطرية تشرة. في مرحلة ثانية عملت كريمة القهوة كريم موسلينو كافيه، والمكونات هي 6 أصفر بيض، 60 جرام سكر، 48 جرام فرينة، 160 مليلتر قهوة، 200 مليلتر حليب، 80 جرام سكر، 250 جرام زبدة. والمكونات هذه مضبوطة، وأنا باش نكتب لكم المكونات الكل في صندوق الوصف إن شاء الله. ناخذ أصفر البيض ونحط عليه نفة ملح ونخلطه في بعضهم بالكدا بالفوي، ومن بعد نحط عليه السكر 60 جرام ونخلط للي نتأكد من السكر ذاب كومبليتمون، وبعد نصب الفرينة بالتدريج ونخلط للي تتحل الكل بالباهي. نخليها دكوتي ونجيب الحليب نصبه في كسرونة ونحط عليه السكر 40 جرام ونزيد عليهم القهوة، وهنا تنجموا تحطوا القهوة المتوفرة واللي تحبوها، ونهز نخليهم يغلوا على النار. وهي تغلي نصبها على الخليط متاع البيض والفرينة ونخلط بأقصى سرعة، ومن بعد ناخذ الخليط ونصفيه ونهز نطيبه على النار للي يتماسك ويولي كريمة عاقدة كما تشوفوا في الفيديو. ووقت اللي نهبطها على الغاز نبقى نخلط فيها على قليلة 30 ثانية هكاكا. نصبها في صحن ونغطيه ببابي سولوفان باش ما تعملش القشرة من فوق، ونحطها تبرد. انا خليتها بجنبي من غير فريجيدير في الكوجينة. بعد ما تبرد نحطها في صحفة ونضربها بالخلاط بالكدا، ومن بعد نبدأ نزيد بالتدريج في الزبدة. هو من المستحسن نستعملوا زبدة حيوانية، أنا عملت مارجينين وجاتني بنينة تعبل، وانا نخدم فيها خرجت منها ريحة القهوة المنعشة تهبل. نضربها بالخلاط للي نتحصل على كريمة طرية متماسكة لونها عسلي يا محلاه. وتوا عاد كل شيء حذر. طبقات الجنواز 4 وكريمة الموسلين بالقهوة والبوفريوة المهروشة والسيرو اللي باش نسقي بيه الجنواز، والمول سيرسو اللي وغلفته بالبابي كويسون اللي بعد باش يسهل لي تقليعه، وزيد الكريمة تجي مستوية في وسطه. حطيت طرف كريمة في القاع وحطيت عليهم طبقة الأولى من الجنواز ورصيتها طرف، ومن بعد سقيتها بالسيرو اللي حضرته. السيرو كيلة ماء مع كيلة سكر دوبا يغلو، نحط دوبا قطرات من القارص ونخدم به. ومن بعد خذيت الكريمة اللي حطيتها في بوش وحطيتها على البسكوي وعملت طبقة غليظة شوي باش تظهر من بعد ما بين طبقات البسكوي، ومن بعد سمحتها بمغرفة على قد ما نجم وحاولت باش تكون متساوية، ومن بعد رشيت عليها البوفريوة المهروشة. في الطبقة الثانية حطيت هاك الزوز طروف باش يجوا في الوسط وما يبانوش، وسقيتها زادة بالسيرو وحطيت لها الكريمة والبوفريوة المهروشة كيما عملت للطبقة الأولى بالضبط. وقت اللي نحط طبقة من الجنواز نحاول باش الرص تريف باش تلصق في الكريمة اللي تحتها، وانا راني سقيت بالسيرو مش برشا، اللي يحب الجنواز مسقية أكثر ينجم يزيد أكثر. وعملت نفس التمشي مع الطبقة الثالثة، حطيتها ورصيتها، حطيت لها السيرو
من بعد غطيتها بالكريمة، سمحت الكريمة وبعد حطيت البفريوة المهروشة. أما الطبقة الرابعة دوبة حطيتها ورصيتها وخليتهم ادكوتي بجنبي. خذيت 100 جرام بودرة متاع كريم شانتيه وصبيت عليها 200 مليلتر حليب بارد وركضتهم بالخلاط الكهربائي للي طلعت الكريم شانتيه وخليتها على جنب. رجعت للجاتو وخذيت الطبقة الفوقانية الرابعة سقيتها بالسيرو ومن بعد حطيت عليها الكريم شانتيه وسويتها بالمغرفة وسمحت لها وجهها ورصيتها في الجناب ومن بعد هزيتها للفريجيدير. أنا خدمت الجاتو الكل في الليل وخليته يبيت ليلة كاملة والصباح كملت زينته. من غدوة جبت الجاتو من الثلاجة وعديت السكينة ما بين السيرسو والبابيي كويسون على خاطر أنا حاطة بيناتهم الزبدة باش البابيي ما يهربش. وجات اللحظة الحاسمة وقلعنا المول سيرسو ومن بعد نحيت البابيي كويسون وظهروا الطبقات مستويين منظمين ما شاء الله. وفي المرحلة هذه النجم نقصوه وناكلوه، يكفي أحويجة دياري نظيفة وعفيفة عاملينها بداياتنا وصغارنا شاركوا فيها. بالنسبة للزينة كل واحدة واجتهادها. أنا خذيت اللي قعد من الكريم شانتيه وزدت مغرفتين صغار نسكافيه ومغرفتين حليب بارد وعاودت ركضتهم بالباهي بالركاض الكهربائي للي طلعوا وتبدل لونها. أما في الفيديو رو تقصلي التصوير وما ظهرش اللي قاعدة نقول فيه. حطيت الكريمة في بوش ودورت بالخبزة وعملت وردات متلاصقة كما تشوفوا في الفيديو. كان وصلتوا معايا للمستوى هذايا حطوا لي جيم وشاركوا في القناة. ومن بعد حطيت وردة السكر الحمراء في زاوية من زوايا المربع ومن بعد حطيت بالبوش هكا خطوط متموجة كما على الارتفاعات الأربعة متاع الخبزة. وعلى كل كوان حطيت 5 وردات عملتهم بالبوش وردات صغار. ورشقت على كل زاوية نصف كعبة متاع بفريوة. ومن داخل على سطح الخبزة حطيت كل 3 أنصاف بحذا بعضهم على كامل السطح كرابيل على الفاكهة اللي مخدومة بها خبزة الجاتو متاع اليوم. وحطيت من اللوطة على جنبات الجاتو بفريوة مهروشة. وهذه هي خبزة الجاتو حضرت. إن شاء الله يا ربي عجبتكم. وانا نسيت باش نقول لكم راني مانيش محترفة وإلا قارية باتيسيري، أما ديما نحب نعمل لعائلتي حاجة دياري يكفي نكون متأكدة من نظافتها لا أكثر ولا أقل. كان عجبتكم حطوا لي جيم واكتبوا لي كومنتير. اللي ما شاركش في القناة يشارك وما ينساش باش يفعل الجرس باش كل وين نعمل حاجة جديدة توصل لكم نوتيفيكاسيون. دمتم في رعاية الله. باي.